ازيكم يا حبيب قلبي، يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه وحياه ربنا عندك انزل حط لايك، لايك كده، لايك كده مش هتخسر حاجه. واعمل اشتراك للقناه كده وفعل الجرس واعمل كل حاجه. يا جماعه والله مش هعمل لكم مقدمه كبيره بقى، يعني بسرعه كده عشان ما تزهقوش مني. احنا دلوقتي بنتكلم عن الناس اللي هي جت مصر وعاشت في مصر، زي مثلا السوريين. اهلا بالسوريين، اول ما جم والله من اول الناس اللي رحبنا بيهم. والمصريين جدعين جدا وغلابه وطيبين، بيصعب عليهم الناس كلها، وفيهم حته طيبه كده يعني، الحمد لله. طيب، هل احنا قصرنا مع السوريين في حاجه؟ لا. هل احنا هل احنا ان احنا جينا عملنا فيديو واشتكينا من السوريين؟ برضو لا. انا هنا قلت لكم كذا مره ان انا في المنطقه اللي انا فيها اغلبيه الموجودين عندنا هنا سوريين، مطاعم سوريه. المساكن بتاعتنا اغلبيتها سوريين، جيراننا سوريين، كل الناس سوريين. يعني بنحبهم وبيحبونا ومش مقصرين في. انا عن نفسي من تجربتي الخاصه، انا بتكلم عن تجربتي الخاصه، ماليش دعوه بحد تاني. انا تجربتي الخاصه مع السوريين ما شفتش حد منهم، بالعكس لسانهم حلو جدا 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 مع المصريين ومع اي حد. يعني لما تروح مثلا تتكلم مع حد او تشتري من حد ملابس او تروح مطعم، لما تيجي تطلب منهم حاجه، والله 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 يمكن هم بيعرفوا يبيعوا ويشتروا احسن من المصري كمان. يعني ممكن المصري يتخنق لو حد مثلا لو بايع مثلا وجبت مثلا فصيلة معاك بيتضايق، يعني خلقه ضايق. انما السوري بالعكس بيتكلم معاك وينزل لك، ولو ما عندوش الموديل اللي انت عايزاه يقول لك هيجيبه لك، يعني ذوق جدا. تمام. طيب حلو الكلام. طيب انا دلوقتي لما اكون خارجه مع ولادي، قسما بالله قسما بالله قسما بالله، ده حصل النهارده قسما بالله، بس انا من خوفي على الولاد، انا والله العظيم ما عرفت، يعني عارف كنت ملبوخه ان انا اصور قسما بالله. فانا في المنطقه اللي انا فيها دي في ملاهي صغيره كده، فخدت ولادي وقلت ان انا اروح افسح ولادي في المنطقه دي، في الملاهي دي، يعني تغيير جو، ولاد تفرح، ده عيد. تمام. ايه اللي حصل؟ والله والله والله، اول ما دخلنا الملاهي يا جماعه، اخواتنا السودانيين، انا مش ضدكم على فكره، في سودانيين محترمين، عشان بس قبل ما ابدا كلام، في ناس من السودان غلابه وطيبين ومحترمين وقمه الذوق والادب والاحترام. انا يعني احنا فتحنا بلدنا ليهم، وشيء مش مزعلنا، لان احنا لازم نقف جنبهم ونقف جنب اي دوله اسلاميه انها عايزه تيجي تتحمى فينا. طبعا بعد ربنا دي شيء ما يزعلناش في حاجه، احنا كلنا امه واحده ونقف جنب بعض. تمام. المنطقه اللي انا فيها عشان جديده اتملت برضو سودانيين، عادي مفيش مشاكل. بس لما تيجي تعملي مشاكل، انا هحكي لكم الموقف ده، والله 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 ما بكذب يا جماعه. دخلنا الملاهي دي. طبعا اول ما دخلنا، طبعا اول حاجه، مش كلهم على فكره، في سودانيين راقيين جدا، يعني عندهم رقي كده. وفي منهم فئة، استغفر الله العظيم يا رب، فرشة على الأرض ونايمة هي واللي معاها في الملاهي كأنهم قاعدين مثلا في المنتزه. دي ملاهي ودي أرض، انت ايه اللي انت عاملاه دي؟ ودي ناس رايحة جاية. يعني هو انت قاعدة في فرح العمدة ولا قاعدة في الغيط عشان تعملي انت بتعمليه ده؟ قاعدين نايمة على جنبها كده ماسكة التليفون، ايه ده؟ اولا ده من ديننا ولا اسلامنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، واكيد ولا تقاليدك، لان انتوا برضه دولة اسلامية محترمين يعني. عادي اتفرجنا عليه، بصراحة قعدنا نضحك وسكتنا. طبعا المكان كله سودانيين، فانا في مرجيحه كده قاعدين عليها انا والولاد، فاحنا قاعدين مع الولد، عاملين ايه، هي مرجيحه. فعملنا ايه، الواد اللي هو واقف عليها، هو عيل صغير واقف عليها، من انا واختي نضايقه، لا مش هندفع لك 20 جنيه، لا هندفع لك 40 جنيه، وعاملين نهزر ونضحك معاه وكده. فالمهم المرجحه اللي جنبنا فيها سودانيين راكبينها. هي كانت مرجحه عاديه مش كهرباء، مرجحه عاديه اللي هي المرجحه الكبيره دي بتتزق يعني. فهو زي ما اكون انا اللي شفته، انا هتكلم على اللي شافته عينيا. الولد اللي انا شفته ان الولد اللي هو واقف على المرجيحه، المصري، واد مصري واقف على المرجيحه، بيزق الولد كده الصغير، بيقول له يلا انزل. مش بيزقه يعني، بيقول له يلا انزلوا، يعني خلاص توقيتكم خلص يعني، او حاجه زي كده، بيقول لهم يلا. قسما بالله ان الست قامت على الولد، كانت في معاهم ست كبيره، مش ست كبيره يعني، هي كبيره مش صغيره، يعني هي لا مش عجوزه برضه، ست عاديه يعني.
قامت على الولد قعدت تضرب فيه وماسكه طوب وتعاركوا مع الولد صاحب اللي هو واقف على اللعبه، وقعدوا يضربوا فيه. انا ذات نفسي استفزيت والله. ده قالت لي ساعتها، قالت لي صوري صوري عشان نشوف انت دي بتتكلمي فيه. والله العظيم انا من كتر لبختي والله العظيم ما قدرت اصور، ويا ريتني صورت لكم الواقعه دي. ويضربوا في الولا وتلموا على الولا. والله 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 انا واقفه انا وولادي عند المرجيحه، معاها ولد كده معدي عنده 15 سنه او 13 الله اعلم، بس هو ولد كبير، واحنا واقفين قام حادف ازازه على اللعبه. لولا ان انا وولادي بعيد شويه كان ازاز جه عليا انا وولادي واختي وولاد اختي. ازاز بيحدفوا عليه يعني بلطجه بلطجه، نظام بلطجه. وما بطلوش وتلموا على قعدوا اكتر من ساعه. احنا لعبنا كذا لعبه وقعدنا نضحك وهم بيتعاركوا مش راضيين يسكتوا، والمصريين يسكتوا. في صراحه المصريين محد يعني قال وقت اتعارك معاهم وكده، ولما الواد لقاهم بيطولوا عليه بالضرب بيضربوا، لان المصري ما بيسكتش عن حقه يعني. فالمصريين بيحاولوا يفكوا، يعني ان هم الناس بيحاولوا يفكوا بينهم، مش جم على السودانيين بس قالوا لا ده هم جم لا بيفكوا العركه عادي جدا، مش راضيين يتفكوا. ففي واحده سودانيه من السودان، بقول لها ينفع اللي حصل دوت؟ واحده سودانيه برضو بس ست راقيه كده شويه، والله العظيم ده حصل. قلت لها قالت لي ايه اللي حصل؟ قلت لها حصل كذا كذا كذا. هو بيقول للواد انزلوا ليه وليه، ان هو عمل للولد بايده كده، قامت على الولد ضربته بالطوب وعايزه تحدف فيه طوب وبهدلته. ينفع؟ قالت لي لا ما ينفعش. بنت سودانيه من نفس بلدها قالت لي لا غلطانه. هم كانوا مجموعه سودانيين واقفين مع بعض، قالت لي لا غلطانه، ليه تعمل كده ليه تعمل كده؟ اللي هم من بلدها. ما انا عايزه اقول لكم ان في ناس كتير قوي محترمين، بس للاسف في ناس كتير جت مصر سودانيين غريبه. يعني برضو عندنا في مكان هنا برضو بيتعاركوا مع السكان، يعني قاعدين في عمارة يتعاركوا مع المصريين. يا جماعة احنا مش ضد السودانيين، يعني بالعكس احنا بنحبهم ونقف جنبهم، بس ما تتطولوش على المصريين. المصريين لو قاموا عليكم هيعجنوكم. المصريين لما صبرهم بينفذ، او مثلا كذا مصري طلع واشتكوا، انت هيطردوكم من مصر، واحنا ما نرضناش لكم كده. فكل سوداني يحترم البلد اللي هو قاعد فيها، مش سوداني بس، اي حد. ولو حد مصري اتطاول عليكم، في حكومه مصريه، روحوا اشتكوا واعملوا محضر واشتكوه وخدوا حقكم بالقانون مش بالبلطجه. بالقانون مش بالبلطجه. لما انا اكون واقفه في مكان عام النهارده ويتحدف فيا ازاز انا وعيالي، وانا ماليش لا في الطول انا في الطحين، ده يرضي مين؟ ده يرضي مين يا حكومه؟ يعني يرضي مين؟ انا كان المفروض اروح اعمل محضر ان انا كنت يعني ده شروع في قتل، ان انتوا دلوقتي كنتوا هتقتلوني انا وولادي واحنا واقفين. فيا جماعه يا ريت نحترم المصريين. ولو واحد مصري تعدى عليك على الرغم الواد ما غلطش، الولا ما غلطش، ما انا قبلكي كنت قبل منك واقفه وقال لي انزلي، انا ما زعلتش ليه؟ ما ضربتوش ليه؟ عمل ايه؟ عمل كده الولا لمسه ليه؟ وليه لمس الولا؟ فسامحوني انا مش ضد السودانيين، بالعكس انا في سودانيين كتير قوي بحترمهم وبقول لهم يعني كويسين، وفي ناس يعني كل فئه، بس للاسف في فئه كتير قوي من السودانيين جم مصر يعني ربنا العالم بيهم. ويا جماعه لو انا والله بكلمكم عن تجربه شخصيه، والله 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 ده تجربه شخصيه. مع السلامه.